بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. ملف في الويندوز في جميع البرامج والتطبيقات اللي متثبتة على الكمبيوتر. تقدر توصل وتعمل اختصار للملف ده على سطح المكتب وتفتحه في أي وقت وتخش على أي برنامج أي تطبيق متثبت على الجهاز هتلاقيه داخل الفولدر ده. طيب نوصل له ازاي ونجيبه منين؟ ده فيديو النهاردة، فيديو بسيط وفيديو سهل، مش هياخد أكتر من دقيقتين. بص معايا حضرتك، هتدوس على سطح المكتب كليك يمين، وهتختار نيو، وهتختار شورت كات أو اختصار، وهتدخل في الحقل ده الأمر ده يا حضرات. أنا هسيبه قدام حضراتكم اهوت، اللي حابب ينقله هسيبه قدامكم شوية. اكسبلورر شيل ابس فولدر. هناخد الأمر ده كده يا حضرات كوبي، وهندخله في الحقل ده. هندوس نيكست. هنا بقى حابب تسمي الفولدر اي حاجة تقدر تسميه زي ما انت عايز. انا هسيبه زي ما هو، هندوس اوكي. شكل الفولدر اتغير اهو. طب تعالوا نفتحه بقى كده. بسم الله ما شاء الله، كل التطبيقات وكل البرامج وكل شيء انت محتاجه تقدر توصل له من خلال الاختصار اللي انشأناه على سطح المكتب بالشكل ده يا حضرات. فكرة بسيطة لكنها فكرة جميلة جدا، وفكرة سهلة مش هتاخد منك وقت، وتقدر تنفذها بكل سهولة، وهتوفر عليك وقت كتير. بدل ما تبحث في الويندوز وتقعد تدور والمسألة بتاخد وقت وعناء وغلبة كتير، لا، انت بتنشئ اختصار للفولدر ده، بيظهر معاك الاختصار على سطح المكتب، ومن خلاله في ثواني تقدر تخش على اي تطبيق انت عايزه زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك وكومنت وشير، ولو اول مره تشوف القناه اشترك وفعل زر التنبيهات على الكل حتى يصلك اشعار بكل جديد. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.